السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وحال. هنعمل مع بعض فراخ بلدي النهاردة بطريقة حلوة قوي زي المشوية بالظبط. قمنا كده من النوم، قلت له تعالى يا ريان يلا معايا نطلع على السطوح نمسك فرختين كده حلوين. طلعنا بقى وقعدت اجري وراهم بالشكل ده ومعرفتش امسكهم وما يجيبهاش الا رجالها زي ما بيقولوا. والحمد لله ريان مسكهم، يعني لولا ريان طبعا لو قعدت اليوم كله عمري ما اعرف امسك واحده فيهم، لان الفراخ البلدي بصراحه اشقيه وعفاريت قوي. المهم بقى خدناهم وذبحناهم، طبعا ممنوع الذبح يجي على القناه، فذبحناهم بقى وسخنت لهم ميه مغليه بالشكل ده. وبعدين بقى حطيت الفراخ فيها وبدأت انضفهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. نشيل كل الريش الزيادة اللي فيها، ننضفها خالص منخليش فيها ولا ريشة، والجذور الصغيرة بقى وكل حاجة، ونرمي الزوايد اللي ملهاش لازمة في الفرخة. خدتها بقى كده على الحوض. طبعا انا هتشوفوا الشكل هنا مختلف، مش ده المكان اللي انا بصور فيه، ده المطبخ بتاعي التاني اللي تحت. عندي المطبخ ده يعني اي حاجة بقى مثلا تنظيف فراخ حاجات من دي بحب اعملها تحت كده علشان ما بهدلش الدنيا المطبخ اللي فوق، لان عندي المطبخ اللي فوق السيراميك بتاعه مطفي يعني، ما بتمسحش بسهولة. هنا بقى السيراميك بتاع المطبخ ده كده لميع زي ما انتم شايفين، لو جه عليه اي حاجة مثلا دم من الفراخ، اي ريش اي حاجة بيتغسل بسرعة يعني. فخلاص كده بقى نضفت الفرخة وطلعت كل حاجة منها بقى وغسلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما انتوا شايفين كده هي اصلا كانوا بيبيضوا ما شاء الله، يعني هما كده كلهم على بعضهم مفيش فيهم تقريبا 4 ولا حاجة هما اللي بيبيضوا. ف حظنا طلع، يعني احنا قلنا هنمسك الصغيرين اللي هما ما يكونوش بيبيضوا، فلقيتهم الحمد لله فيهم بيض زي ما انتوا شايفين كده. فالحظ يعني معروف. ما بنعرفش ننشن خالص على الحاجات اللي احنا عاوزينها. المهم بقى مسكناهم كده بقى وظبطناهم ونضفناهم وغسلناهم ولقينا فيهم بيض والحمد لله، سيبنا اللي ما بيبيضوش وذبحنا اللي بيبيضوا اهو شايفين. خلاص كده بقى غسلتهم ونضفتهم كويس جدا. احطهم بقى في محلول النقع، ميه وملح وشويه سكر وعصير ليمونتين وشويه خل، وهسيبهم بقى منقوعين كده لمدة ساعتين. وبعدين صفتهم بقى ونشفتهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بصلتين مبشورين بشر ناعم وحطيت عليهم معلقة فلفل ومعلقة ملح وعصقتهم بايدي كويس قوي وتبلتهم كويس. وبعد كده بقى هحشي الفراخ بالبصل المتبل ده، بيدي طعم جميل جدا في الفراخ وهتبقى زي المشوية بالظبط. طبعا الفراخ البلدي دي يعني كبيرة شوية في السن، فما ينفعش ان انا اتبلها واشويها على طول، هتاخد مني سوا كتير قوي وهتنشف معايا، فبحب ان انا اسلقهم. وبعدين لما بطلعهم بقى من الشوربة هقول لكم هنعمل لهم تتبيلة جميلة جدا زي المشوية واحسن كمان. فخلاص بقى تبلت الفراخ كده من جوه ومن تحت الجلد ومن قلبهم. وبعدين غليت ميه بقى مغليه كده وحطيت فيها البوكيه جرنيه بتاعنا، بصل وطماطم وجزر وتوم وورق لورا وحبهان وقرفة خشب والحاجات دي كلها بقى وفلفل اسمر. وهسيبها بقى لحد لما تستوي، وبعدين اظبط الملح بتاعها علشان طبعا زي ما انا قلت لكم الفراخ كبيره فمش هينفع ان احنا نحط لها ملح الا لما تستوي. خلاص غطيت عليها بقى واسيبها تعيش كده مع نفسها. هعمل جنبها بقى رز حبايه وحبايه، بعشق الرز حبايه وحبايه ده يا بنات. عملته معاكم قبل كده على القناه وبقولها لكم تاني وتالت ورابع، اكتر رز قريب لقلبي، ريحته جميله جدا وطعمه بيبقى حلو قوي. فعملت بقى رز حبايه وحبايه، غسلت الرز بتاعي وحطيت حله على النار كده فيها شويه زيت وحته زبده، وجبت يعني ربع كميه الرز كده حمرتها كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيت كميه الرز الباقيه شوحتهم شويه كده مع الرز المتحمر زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هجيب بقى ميه مغليه انزل بيها على طول على الرز كده، الرز بتاعك يطلع مفلفل معاكي وجميل جدا ومش معجن ولا حاجه. التشويحه بتاعه الرز شويه مع الزيت مع
مع الرزايه المتحمره، وبعدين تنزلي بالميه المغليه بتديكي احلى رز مفلفل، احسن ما تحطي رز الميه الساقعه على الرز. فخلاص كده الرز بتاعي هينشف زي ما انتم شايفين كده ويتشرب الميه كلها، وبعدين اهديله بقى النار وانقله على نار هاديه شويه واسيبه لحد لما يستوي. وهنا بقى معايا الفراخ بتاعتي شغاله وخلاص استوت، وطلعتها بقى من الشوربه، صفيتها كويس وطلعتها من الشوربه. ومعايا بقى معلقه زبده كده مسيحاها في الميكروويف، وهحط عليها معلقه صلصه كبيره، واحط شويه فلفل وشويه ملح، وحطيت شويه صغيرين كده من السبع بهارات. هقلبهم بقى كويس قوي كده مع بعضهم. بعد كده اجيب الفرشه بتاعتي بقى واوزع الخليط ده على الفراخ بتاعتي وادخلها الفرن. هتطلع زي المشويه بالظبط اللي انت متبلاها بقالك فتره وشويتيها من غير سلق. والله العظيم طعمها تحفه، وشايفين شكلها عامل ازاي، جميل جدا جدا ما شاء الله، زي كانها مشويه بالظبط ومتبله مثلا من على بيات، وقمت الصبح شويتيها وشاربه من التتبيله، وطعمها تحفه تحفه تحفه، ومش ناشفه، جوسي كده وجميله قوي. ما تنسوش بقى تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، في رعايه الله. سلام عليكم.